عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. جايين النهارده في فيديو جديد. انا بس مش عايزه اطول عليكم، حابه اشرح لكم ان فكره الفيديو دي مجموعه من المنتجات انا خلصتها من ماي واي، طالعين القيمه ونقول يا ترى حلوه ولا وحشه وهنشتريها تاني ولا مش هنشتريها، عشان انا عارفه ان انتوا بتحبوا ان احنا نعمل زي ريفيو تجميع سريع لبعض المنتجات عشان نشوف الخلاصه في الاخر. ده حلو نشتريه، ده مش حلو مش هنكرره تاني. بس طبعا كل اللي مشرفنا ومنورنا في القناه يا ريت ما ينساش يضغط على زر اللايك ويشير الفيديو. كل اللي مش مشترك يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. بحبكم جدا، ويلا نبدا مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا قدامي دلوقتي مجموعه منتجات كتيره، فاللي هيطلع فيديو ولا هتكلم عليه باي لك. اوكي. ده اول حاجه خلصان لاخر قطره. بصوا يعني جايبه اخره. ده عباره عن ايه يا بيبو؟ ده عباره عن شاور كريمي حلو جدا. هتحبيه اكتر على فكره في الشتاء، لان كانك بالظبط بتستحمي بكريم. عارفين بالظبط الصابونه بتاع دوف اللي هي الربع الكريمي، هي دي عامله زيها. قوامه كريمي جدا، بتحسي بترطيب وبيسيب ملمس حلو قوي على البشره. فهكرره تاني وتالت وعاشر. وعايزه اقول لكم ان هو في منه كمان كذا ريحه. اللي كان معايا دوت اللي انا مجرباه اللي كان بجوز الهند، فحلو جدا. ده خلص، بصوا خلص لاخر قطره. تمام. طيب تمام. ايه تاني؟ من ضمن الحاجات اللي انا خلصتها ونعمل عنها ريفيو، اظن واضح من شكله. ده ايه؟ ده عبارة عن غسول من ماي جلو. ده فيتامين سي، بيفتح ويوحد لون البشره. بصراحة الغسول كان حلو جدا بالرغم ان هو كريمي، بس هو فعلا لما بتيجي تغسليه هو بتحسي اصلا ان هو زي القوام بتاعه زي اللؤلؤ كده، فبيديكي تنويره، بس تنويره فوريه مش هيستمر معاكي. زائد ان هو مع المداومه مع الاستخدام هترجعي لونك الطبيعي، مش هتفتحي عن لونك الطبيعي. بس هو الغسول كان حلو جدا بالرغم من ان انا بشره دهنيه، الا انه كان حلو جدا جدا معايا. ما سببليش اي حساسيه، ما سببليش اي حبوب، ما حصليش بيه اي تحسس، فحلو جدا. وهكرره مره واثنين وثلاثه على فكره، بحبه بصراحه. وفي ريفيو مفصل عنه على القناه بقى لو حابه تعرفي كل التفاصيل عنه، وعن الكريم كمان بتاعه. والكريم بتاعه على فكره معايا وهوريه لكم انا مخلصه منه ايه. بصوا دي العبوتين كمان اللي قدامي اللي انا بس احتفظت بيهم عشان تعرفوا ان انا اوريدي بستخدمه وان انا اوريدي بحبه. ده الكريم بتاعه. ده بصوا لاخر قطره هو خلصان. ده عباره برضو بفيتامين سي والاربيتين والبانسينول. الكريم حلو جدا جدا. دي العبوه كمان التانية، وفي كذا عبوه بس هو ده اللي انا قلت لكم احتفظت بيه. بصوا قوامه على السريع اهو، على فكره عجبني جدا. وبالرغم ان انا بشره دهنيه زي ما انتم عارفين، الا انه كان قوامه خفيف، كان سريع الامتصاص، ما كانش بيدهن، كان بيرطب لي حلو جدا، ما سببليش اي حساسيه، ما طلعليش بصراحه اي حبوب طول ما انا بستخدمه. فبحبه جدا. لما بحس ان بشرتي جافه بالزياده ومحتاجه ترطيب عميق بالزياده بصراحه بلجأ له، فبيبقى حلو قوي اكتر معايا في الشتاء. ليه؟ لان انا بشره دهنيه. لكن لو بشره جافه او بشره عاديه تستخدمه طول يعني الوقت هيبقى رائع معاها، فحلو جدا. هكرره تاني. يبقى خلينا المجموعات اللي هنكررها تاني نحطها هنا، ولو حاجه ما عجبتناش ومش هنكررها تاني نحطها هنا. طيب ايه تاني معايا خلصته اهو؟ ده الغسيل بقى بتاع بيور سكين. ده مخصص فقط بصوا قلت 3 مرات فقط، مخصص للبشره الدهنيه اللي معرضه للحبوب. لو اي بشره تانية استخدمته لا هيجيب معاها نتائج عكسيه، وما تجوش تقولوا لي ده كان حلو بس طلع لي حبوب. ما هو طالما حضرتك بشرتك مش مناسبه للغسول ده هيبهدل معاكي الدنيا. يستخدموا البشره الدهنيه السوبر دهنيه، البشره اللي عندها حبوب، او الحبايه اللي بتطلع لنا كده بتاعه المناسبات زي ما بيقولوا، تقدروا تجيبوها. هيبقى رائع يا بنات، تحفه، ما اقدرش استغنى عنه. وبصوا انا مخلصاها لاخر قطره، فده برده حلو قوي وهجربه. طيب انا خلصت ايه كمان يا بيبي؟ بصوا دي التونر بتاع جيت فريش. ده تونر ميه ورد، حلو لطيف خفيف، ما سببليش اي مشكله، عادي زي اي تونر، فكان لطيف. بصوا لا هقول عليه حلو اللي هو واو، ولا هقول عليه وحش، بس يعني ايه، مش هكرره صراحه تاني. يعني لا، في حاجات تانية حابه اكررها، لكن دول هكررهم طبعا. بس انا خايفه اظلمه، هو مش وحش بس هو عادي. بس ايه نقول حطيناه هنا، بس انا شرحت لكم ليه. طيب ايه كمان يا بيبو استخدمتيه؟ ده ما خلصتهوش. واضح ان هو زي ما هو، واضح حتى ان العلبه فيها تراب. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن
زي افتر سان كده، بنحطه بعد الشمس. المفروض ان هو مكتوب عليه كريم ملطف ما بعد التعرض للشمس بيهدي البشره، لا هو بيلهب البشره. ومن ابشع المنتجات اللي ممكن تجربوها في ماي واي هو والصن بلوك بتاعه. بس هو الصن بلوك بتاعه للاسف مش قدامي دلوقتي، بس بشع بشاعه. ارجوكم محدش يعني يستخدمه بجد، هيبهدل لكم البشره بتاعته، وانا عامله لكم عنه ريفيو مفصل على القناه. ارجوكم ارجعوا له قبل بس ما تقرري ان انت كنت هتجيبيه ولا لا. بس وحش وحاشه، بشع بشع بشع. فلا هنخليه هنا، دولت الحاجات الوحشه زي ما بيقولوا. طيب ايه كمان؟ دي ايه؟ دي المخمريه بتاعت بارفان جرين. دي على فكره مخمريه جل رائعه من هنا لبكره الصبح. بصوا فظيعه والله العظيم، من احلى المخمريات. بصوا هي ملمسها جل، بتدي تشايني في البشره. ريحتها هي البرفيوم بالظبط، ريحتها فواحه، ريحتها ثابته. عايزه اقول لكم ان هي بتلزق حرفيا. عايزه اقول لكم ان هو عمل كده عشان انا كنت حاطه كريم، اللي هو التزييته دي او التلميعه دي، لان انا حطاه على الكريم. لكن هو فظيع. بيدي زي ما قلت لكم تشايني وبيدي ترطيب. الا الريحه بقى، الريحه فظيعه. هو ريحه البرفيوم بالظبط، خطير خطير اول ما تلاقوه، لان هو اوريدي لما بيجي ينزل بينزل في المجموعه مع البارفان، وساعات بينزل في ضمن التخفيضات بينزل لوحده. اول ما تلاقوه لازم تجيبوه حرفيا. تحفه يا بنات، تحفه. طيب ايه كمان؟ بصوا ده ايه برضو؟ ده الكريم بتاع البارفان بتاع بينك، انا مخلصاه لاخر قطره. هتجيبيه تاني؟ لا. بمنتهى الامانه لا، مش هجيبه. ليه؟ احنا لما بنجيب، خلينا بس متفقين على حاجه، احنا لما بنجيب اي كريمات لروائح البرفانات بنبقى معتمدين اكتر على الريحه، يعني بنبقى حابين الريحه فبنبقى جايبينها. ده مشكلته هو بتاع بارفان بينك، بس هو للاسف ملوش ريحه، ملوش ريحه اطلاقا، تكاد ريحته تكون ضعيفه. فهو بيعامل معامله اي كريم. طب خلاص يبقى انا هجيبه ليه؟ ما هو مفيش منه افاده. لكن كترطيب لو انت خلاص يعني هتموتي وتجيبيه، يعني هو بيديك الترطيب حلو تمام، ما نقدرش ننكر ان هو ترطيبه عادي زيه زي اي كريم. بس لو انت جايباه ان هو بريحه البارفان بتاع بينك عشان تبقى ريحه ايدك البرفيوم، لا هو مش هيديك اي ريحه خالص، هو كريم مرطب. فبالنسبه لي لا، انا مش هجيبه تاني بصراحه يعني. طيب ايه كمان؟ القمر. ده روح قلبي من جوه. والله من روح قلبي من جوه. ده عباره عن ايه؟ ده كريم مزيل العرق بتاع بيرفيوم تندر. ده كان بيجي مع المجموعه، حلو جدا بنفس الريحه بالظبط. بصراحه ما سببليش حساسيه، ما سببليش اسمرار تحت الابط. كانت فعلا ريحته فواحه، وريحته فعلا بتدوم، فكان رائع. فانا بحبه جدا. فبرضه لما تلاقوه نازل في اوفر لوحده، لا هاتوه، حلو جدا جدا جدا، فهكرره تاني. طيب ايه كمان؟ دي قربت خلاص تخلص. دي ايه؟ بصوا ده السيرم بتاع الشعر، بنفس الريحه بتاعت برفيوم تندر، او تقدري تقولي برضو المخمريه. فانت بتاخدي منها الترطيب وبتاخدي منها كمان التعطير، هي نفس ريحه البرفيوم بالظبط. فالناس اللي بتحب ريحه بارفان تندر الذهبي وبتبقى حابه تستخدم المجموعه كلها، تقدر برضو. ده هيبقى حلو قوي، هيساعدها في التسليك، هيساعدها كمان في الترطيب. هي دي تشايني حلوه قوي للشعر، رائع رائع رائع، من احلى المخمريات برضو اللي موجوده للشعر في ماي واي. فحلو جدا وهكررها تاني. فدي هنخليها في المجموعه اللي هنا. طيب ايه كمان؟ بصوا دي طبعا حالتها يرثى اليها، وباين قد ايه انا واكلاها حرفيا. ده عباره عن ايه؟ دوت زبده الكاكاو بتاعت ماي واي، حلوه جدا. دي اللي كانت بالتوت، انا كنت صراحه بحبها. بصوا اهي، لطيفه، حلوه، بس مش واو، عشان بس ايه نبقى واضحه. يعني مش هتديكي ترطيب قوي قوي بالزياده زي ما انت متوقعه، لا هو ترطيبها في اللطيف، في اللذيذ، في الخفيف. زائد ان هي بتدي لون حلو، في منها كمان كذا كذا نكهه وكذا طعم، فبتختاري وبتديكي تنوع. زائد ان هي يعتبر سعرها في المتناول زي ما بيقولوا. فلا حلوه. وبصوا يعني اكبر دليل ان انا واكلاها زي ما بيقولوا. فلا حلوه، هكررها ايه تاني، وبحبها اكتر على فكره في الشتاء. طيب ايه كمان؟ انا جربته. بصوا دي ايه؟ دي المسكرة الشفافة بتاعت بيرلي. بصوا دي الفرشة بتاعتها، يا بس تكون واضحة اهي. الفرشة سيليكون، وديت عشان بقالها فترة فهي متجمدة. انا استخدمتها وخلصتها، بس بصراحة مش هكررها تاني. ما عجبتنيش، عادية.
مش بتثبت قوي الحواجب، فما ادتنيش الافكت بصراحه اللي انا عايزاه. بس بصراحه هي ما وقعتليش شعر حواجب، عشان بس نبقى ايه واضح. بس لا مش هكررها تاني، حابه اجرب حاجات تانية، فلا مش حباها بصراحه، فمش هنجربها تاني، فحطيناها هنا. طيب ايه تاني جربناه؟ القمر والعشق ده، يعني انا واكلاه حرفيا. بصوا ده السكراب الجديد، انا واكلاه حرفيا، اللي هو بخلاصه المشمش. اللاين بتاع سوفت سكين اهو، بصوا البادي سكراب بتاع الجسم بتاع سوفت سكين اللي بخلاصه المشمش، فظيع حلو جدا. لازم يكون عند كل واحده فينا، حجمه حلو، بيقعد يعني بيقعد فتره كتيره، سعره في المتناول، الافكت بتاعه رائع رائع رائع، فعجبني. وعايزه اقول لكم ان انا عامله ريفيو مفصل على القناه، تقدروا برضو ترجعوا له. بس هو خطير من الاخر بجد بجد، بيسيب الجسم ناعم حرير، بيشيل كل الجلد الميت. بصوا خطير، لازم يكون عند كل واحده. بصوا انا خلصت، يعني انا كلته حرفيا، فده برضو حلو جدا هكرره تاني. طيب ايه تاني انا خلصته؟ بصوا ده ده هو منفوخ على الفاضي، يعني هو خلصان. بصوا هو خلصان اوريدي لغايه الاخر. ده كريم الايد بتاع سوفت سكين البينك، فظيع من هنا لبكره الصبح. احلى حاجه ماي واي بصراحه عملتها، انا من كتر حبي فيه اهو. ادي العبوه التانيه بتاعته، كريم خفيف، مش دهني، مش بيلزق، سريع الامتصاص، ترطيب عالي. الريحه بقى هو لا احلى ولا اروع، فانا ما اقدرش استغنى عنه بجد. ده في شنطتي، انا ما اقدرش استغنى عنه. طيب ايه تاني يا بيبوس؟ ده برضو من اللاين بتاع سوفت سكين، بس اللي هو الماجيك بيلا اللي هو لونه موف. هو فاضل فيه حاجه بسيطه قوي على فكره. بصوا يعني هو يعتبر خلاص، هو كل اللي فيه ده ايه؟ ده هوا اهو، عشان بس ايه. هكرريه تاني؟ لا ما حبيتهوش خالص. سبحان الله، مع ان هو الاصدار الاحدث لده، والمفروض ان هو نفس المكونات بتاعت ده، مع الاختلاف في الريحه. لا ترطيبه اقل بكتير بكتير، اقل من ده. الريحه مش حلوه خالص، ما حبيتهاش الصراحه. وبرده هتلاقوا عنه ريفيو مفصل على القناه، تقدروا برده ترجعوا له علشان تقدري تميزي اذا كان هيناسبك ولا لا. بس انا عن نفسي لا بصراحه مش هكرره تاني. سبحان الله، مع ان الاثنين هو نفس اللاين، بس انا مش هكرره تاني. طيب ايه تاني انا حبيته؟ ده انا حبيته دوت. بصوا هو شكله في حاله يرثى اليها، لان هو خلاص خلص يعني. دوت اللي هو السبراي اللي بنحطه في الفم، ده بريحه النعناع. ده على طول بيبقى معايا في الشنطه، وهكرره تاني. ليه؟ ساعات بتبقي واكله مثلا اكله تقيله زي مثلا الكشري، رنجه، فبتبقي عايزه حاجه منجزه معاكي تغير لك طعم وريحه الفم. فده حلو قوي بالنعناع، طعمه لطيف جدا، ما حصليش منه اي مشاكل. حلو قوي. في منه كمان واحد بالقرنفل للناس اللي بتحب القرنفل، بس انا مش ذوقي القرنفل بصراحه، فهو حلو جدا هكرره تاني، لان هو رائع يا بنات، حلو قوي. طيب ايه كمان يا بيبو؟ ده بصوا هو خلاص يعني بيحتضر، او هو احتضر اوريدي. ده الهاند جيل بتاع جيت فريش، انا جايباه بالنعناع، وفي بالفراوله، وفي بكذا حاجه، بس دي العبوه الوحيده اللي انا احتفظت بيها. حلو جدا، ببقى حاطاه على طول برده في الشنطه. وانتي بره بتبقي عايزه مثلا تعقمي ايدك، محتاجه تعقمي اي حاجه قدامك، فلا ده ما اقدرش استغنى عنه. حلو جدا جدا، هكرره تاني وتالت ورابع، فهنحطه هنا. طيب ايه تاني جبتيه يا بيبو؟ بصوا بس هي العبوه في حاله يرثى اليها، لان زي ما قلت لكم انا محتفظه بقالي فتره بالحاجات عشان اعمل لكم ريفيو، بس انا اللي كسلانه بصراحه، فشجعوني عشان عندي منتجات كتير جدا جدا، مش من ماي واي بس، من حاجات وبراندات كمان كتير جدا. فشجعوني. الفيديو دوت لو وصلتوه ل 100 لايك صدقوني هطلع اعمل لكم ريفيوهات حلوه كتير قوي، عشان عندي منتجات كتير قوي. ده اللوشن بتاع ماي واي، رائع. ده اللي كان بالتوت، خطير خطير خطير، وكان فيه اللي بالورد، فظيع. اللاين ده كله فيه كل الحاجات اللي فيه تحفه. حلو قوي. بيرطب بجد حلو قوي. مش بيسيب اي ملمس دهني خالص على الاطلاق، وبيديك روايح حلوه قوي. فلا حبيته اللوشن دوت، رائع رائع، وهجربه تاني وتالت وحاجات تانية كتير. طيب ايه تاني انا جربته؟ بصوا يا بنات، ده الغسول بتاع فييرا، ده غسول وسكراب 2 في 1 بالصبار، فظيع. بصوا انا واكلاه حرفيا، رائع.
على قد ان هو فيه حبيبات، الا ان الحبيبات اللي فيه صغيره وجنتل جدا على البشره، وبالرغم ان انا بستخدمه يوميا ما حصليش فيه اي مشاكل في البشره، ما طلعليش اي حبوب، بالعكس كان بينظف بعمق. فبيسيب البشره بصراحه، كان بيسيبها ناعمه جدا زي بشره الاطفال، فعجبني جدا بحبه وهكرره تاني. فلا، من ضمن الحاجات اللي حلوه بصراحه يعني. طيب ايه تاني يا بيبو؟ دي ايه؟ دي مسكرة من بيرلي، اسمها المسكرة المزدوجة او المسكرة الاتنين في واحد. بصوا دي عبارة عن ايه. دي الفرشة الاولانية اللي هي بيبقى لونها ابيض، دي المفروض اللي هي المطولة، او زي البرايمر اللي هي بتطول. تمام، يعني بنبدأ بيها الاول، وبعد كده المسكرة المكثفة اهي، بس هي طبعا عشان بقالها فترة وانا مستخدمهاش فهي يعني نشفت. ودي المكثفة. المسكرة دي من ابشع المسكرات، محبتهاش. الفرشه حلوه، ما اقدرش انكر الفرشه حلوه، بس البرودكت اللي جوه لا، ما عجبنيش. يعني الابيض ده، اللون الابيض ده هو بالظبط بيبقى على رموشك، فبيسيب لون ابيض بشع قوي على الرموش. بس هي بتطول الصراحه، لا هي طولت بس شكله غريب. اللون الاسود بقى اللي هو المفروض المكثف، اولا بيعمل تكتلات. بصوا بيعمل تكتلات، ما بيفرقهاش، بالعكس ما بيديش اي كثافه. لو عينك من النوع الحساس اللي بتدمع او مع اي شويه حر بيبدا يسيح ويبدا يهبب تحت العين، فلا الصراحه ما حبيتهاش خالص ومش هكررها تاني خالص، مش حلوه. طيب ايه تاني انا جربته؟ بصوا هو شكله في حاله يرثى اليها، انا سايبها لكم بنفس الحاله دي ليه؟ عشان تبقوا عارفين فعلا ان الحاجه دي بقى لها فتره وانا اوريدي مجربها. ده كريم المفروض ان هو جليتر بيلمع. تعالوا بس ايه نشوف اهو. ده جل، والمفروض ان هو يديني، انا جايباه عشان اللمعه. لا هو مفيش لمعه، هو خلاص هو كله طار خلاص. فانت اصلا الغرض اللي انت جايباه منه لا مش حلو. هو فين بقى اللمعه؟ مفيش لمعه، مفيش حاجه اصلا بتثبت. اول ما الجل ده البشره بتمتصه انت ما بتلاقيش اللمعه، فلا مش حلو، مش هكرره تاني اطلاقا. فده اتحط كده في الحاجات الوحشه. طيب ايه كمان انت جربتيه يا بيبو؟ جربت ده برضو الغسول بتاع جيت فريش. ده غسول للبشره الدهنيه والمركبه، انا واكلاه حرفيا، حلو جدا. كان بينظف البشره بصراحه بعمق، وكان بيسيبها مترطبه ولطيفه. هتقولوا لي ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ده اكتر للناس اللي عندها حبوب، ده اكتر يعني لو بشرتك ما فيهاش حبوب ما تستخدميهوش، ده هيبقى للاستخدام اليومي للبشره العاديه، ولما يطلع لك حبايه تبداي تستخدمي ده. تمام، يا ريت بس تكون الفكره واصله لكم. فده حلو قوي وهجربه مره واثنين وثلاثه، فكان رائع. طيب ايه كمان؟ ده الغسول بتاع جيت فريش. ده بقى بيبقى فيه حبيبات، ده لجميع انواع البشره، حلو جدا. بصوا انا مش مخلصاه لغايه نصه لاني مش بستخدمه يوميا، بعامله معامله او فكره السكراب بالظبط. فهو هيبقى حلو قوي قوي فعلا لما يبقى حد عنده رؤوس سودا او رؤوس بيضه، فهيبقى حلو قوي وهيجيب معاكم بصراحه من الاخر. لا هجربه تاني لان هو بصراحه حلو قوي. طيب حاسه ان الترابيزه قدامي اتملت حاجات كتيره. طيب نشوف ايه تاني. بصوا دي الباودر بتاعت بيرلي. بصوا دي باودر، لوز باودر اهي، بس دي مش للوجه، دي لوز باودر لايه؟ للجسم. فيها جليتر حلوه قوي، انا عجبتني جدا الصراحه يعني. شوفوا لما بتبداي تحطيها مثلا على العظمتين كده بيبقوا رائعين، بيدوكي الجليتر بقى ده اللي بيثبت. فبصراحه بتبقى حلوه قوي في لبس البيت، تبقي عايزه تعملي لوك جديد، فلا عجبتني وحلوه يعني. كرروها لما تبقي عامله تعملي تغيير، عايزه تعملي اي لوك جديد. بصوا خطيره اهي من بيرلي، بتدي اللون البرونزاج ده او بتسيبي الترتر ده زي ما بيقولوا. فلا عجبتني جدا. طيب ايه كمان نستخدمه ويعتبر خلصناه؟ ده بصوا انا بهدلت الدنيا فسامحوني لان انا بجرب المنتجات كلها. ده التنت بتاع ماي واي. بصوا دي الدرجة بتاعته، دي اكتر درجة انا حبيتها، اكتر درجة بتبقى ثابتة. التنت لطيف وخفيف، مش بيعلق، حتى لما بتحطيه على شفايفك بيبقى شكله حلو وبيقعد فترة. بس لما تيجي
تدمجيه او تفرديه بس على الخدود. افرديه سوري بالبلاشر، يعني حطيه على البراشر، ما تحطوش على ايه، ما تحطوش على وشك على طول، حطيه على الفرشه وابدأي بالفرشه هي اللي ادمجي على طول، فبيبقى حلو قوي. انا اكتر حاجه عجبتني واكتر حاجه ثابته الدرجه دي، وهتلاقوا ريفيو مفصل عن كل تنت بدرجاته، برضو ارجعوا له هيفيدكم. فده حلو قوي، بس كانت الدرجه دي بس، وهكرره تاني. طيب ايه تاني جربته؟ ده الكيدي بوي، ده السبراي بتاع فك التشابك بتاع الشعر، خلصته حلو قوي قوي. ريحته زي ريحه المانجا كده، ريحته منعشه، بيساعد في التسليك، فهو حلو قوي ورائع، هجربه تاني. هم دول كده اللي قدامي دلوقتي، او اللي انا حضرتهم دلوقتي، لان لسه في شويه منتجات تاني برضو، بس انا مش حابه ان الفيديو بصراحه يطول عن كده. لو لقيت تشجيع ولقيت كومنتات حلوه في الفيديو دوت ان انتوا عاوزين الجزء الثاني والثالث وهكذا نخش في الريفيوهات ديت، ان شاء الله هعمل لكم السلسله دي. انا لغايه هنا طبعا وصلت لاخر الفيديو، ولو شايفه ان الفيديو عجبك ما تبخليش طبعا عليا باللايك، وان انت تشيري الفيديو وتبعتيه لاكبر عدد من البنات، واللي مش مشترك يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. بحبكم جدا، واشوفكم على الف خير في فيديوهات جايه حلوه كتير، مع الف سلامه، باي باي.